الصيام بتنصرف إلى 6 حاجات ودول مهمين قوي نعرفهم. أول حاجة إن إحنا هننوي صيام الشهر كاملا اللي هم ال30 يوم أو ال29 يوم زي ما يجوا، عشان ربنا قال فمن شهد منكم الشهر كله فليصم. تمام. الحاجة الثانية تنصرف النية إلى الامتناع عن الغيبة مطلقا لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها: الصيام جنة وحصن حصين ما لم يخرقه صاحبه بكذب أو غيبة. تسير حد يروح منه، لو خرجت منه مش هترجع على رمضان السنة الجاية بقى. فهتخرج امتى بقى يا ترى؟ أول يوم ولا 30 يوم ولا يوم 29؟ وتبقى عتقاء النار ازاي؟ فلازم احنا نمتنع كده. كذلك ننوي عدم إيذاء الآخرين مطلقا، لا بسب ولا بشتم ولا بلعن ولا برد فعل على شتم ولعن. في الحديث: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. يعني أنا جوه الحصن ما ينفعش أخرج منه عشان أرد عليه. كذلك الأمر الرابع أن ينوي صلة الرحم وعدم القطيعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: